ارحب بالفنانه الهام شاهين. ايه اللي انت عاملاه ده؟ بتتكلمي في السياسه ولا بتمثلي السياسه؟ ولا ده ولا ده. امال ايه بقى؟ انا بعبر عن الناس من غير ما اتكلم في السياسه، يفهم بقى ان هو السياسه. احنا كل حاجه في حياتنا السياسه، يعني مشاكلنا الاجتماعيه السياسه، مشاكلنا الاقتصاديه سياسه، ما هي كل حاجه في الاخر السياسه. دي اول مره تمثلي شخصيه فتاه مسيحيه؟ اول مره. حضرتي نفسك ازاي بقى؟ هي المسألة مش عايزة تحضيرات، وفي ناس سألتني طب شفتي حد نفس النموذج؟ هي مش محتاجة كده، هي مش شخصية تاريخية مثلا. المسيحيين موجودين في وسطينا، يعني نسيج المجتمع المصري عبارة عن مسيحي ومسلم، وده طول عمرنا. ف زي يعني أي فتاة أو أي امرأة عادية، يعني هي مش عايزة يتعمل لها تحضير خاص أو إن أنا أختار شكل معين فأعمله ابدا. اي شكل اي امراه مصريه. اكتفيتي بمعرفتك بزميلاتك مثلا او معارفك من المسيحيات؟ كان كفايه قوي انك عشان تعبري عن احاسيس واحده مسيحيه، انك من خلال تواجدك في المجتمع ومن خلال علاقاتك المتعدده؟ اصل هو احاسيس المسيحيه لن تختلف عن احاسيس المسلمه في شيء. هي امراه بمشاعرها بمشاكلها، عايزه تحب، عايزه تعيش حياه كويسه، عايزه تحس بانوثتها، عايزه تخلف وتحس بالامومه. امراه يعني ممكن تبقى المراه في اي مكان في الدنيا، سواء مسلمه او مسيحيه او مصريه او غير مصريه، يعني هي امراه. طب انت قبل يعني بدايه التصوير اهلتي نفسك ازاي؟ يعني هل فكرتي في انك مثلا يعني تقري شويه في الموضوع، ولا يعني خبراتك المختزنه والمختزله لسنوات في افلام اخرى؟ انا بس سالت رجل دين مسيحي. اتكلمت معاه وهو يعني صديق عزيز جدا مقرب ليا، ولان انا تربيه راهبات، يعني انا كنت في مدرسه اسمها مدرسه نوتردام دي بيربيتوير سكور، مدرسه راهبات سيده المعونه الدائمه دي في مصر الجديده. بيدرسوا لنا راهبات في جوه المدرسه دير، فانا طول عمري هم الراهبات عايشين جوه المدرسه، الدير جوه المدرسه. لحد النهارده انا بزورهم وعلى اتصال بيهم، عندي معرفه كبيره جدا بتفاصيل كتيره قوي في الدين المسيحي. وكلمت يعني احد الاصدقاء المسيحيين وسالته هل في فعلا حالات كتير بالشكل ده؟ يعني دي حالات نادره ولا دي حاجه منتشره؟ هو دي المعلومه اللي كانت تهمني اعرفها بالظبط. هل في فعلا في مصر نساء مطلقات مسيحيات عددهم كبير وبيحاولوا يحصلوا على تصريح جواز وده ما بيحصلش؟ قال لي مئات الالاف. بس فانا كان يهمني ان انا اكون بعبر عن قضيه حقيقيه، حاجه حقيقيه حاصله، ومش قضيه فرديه، مش حد، مش فرد، مش 10، مش 100، مش 1000، لكن يعني لما تاكدت انها مئات الالاف. وسمعت ده برضو من احد المحامين الكبار مسيحي، وهو اظن رئيس لجنه حقوق الانسان كمان، في احد البرامج كنت على الهوا وكلمني على التليفون وسالته نفس السؤال على الهوا. قلت له هل القضيه دي بتعبر عن نساء مسيحيات عدد كبير؟ قال لي لا يقل عن 100,000. فاذا هي قضيه موجوده في المجتمع، ما بنتكلمش في دين، لكن انا بطرح قضيه اجتماعيه. الست لما تبقى مطلقه مش قادره تعيش راهبه ومش عايزه تعمل شيء يغضب ربنا، ازاي تتصرف وهي ما عندهاش تصريح جواز؟ طب هل انت فكرتي في الضجه اللي ممكن يحدثها الفيلم او دورك في الفيلم؟ لانه كان في افلام اخرى عملت برضو اكثر من ضجه لما تناولت بعض الموضوعات الخاصه بالاقباط او المسيحيين. شوف اترددتي يعني ولا فكرت ولا خدتي قرار على طول؟ بالعكس، انا قريت السيناريو ده قفلته واتصلت بالتليفون بالاستاذ ممدوح الليثي المنتج، قلت له انا معاك خلاص في الفيلم من غير ما اتكلم في اي حاجه، يعني بسرعه شديده جدا، لان انا اعجبت بفكر الفيلم ككل. فيلم فيه جرأة غير مسبوقه، فيه صراحه، فيه شجاعه، في مواضيع احنا بنقعد نقولها بينا وبين بعض بس ما نحبش نجهر بيها، يعني ما نقولهاش على الملأ. في كتير قوي في حياتنا اشياء نتكلم فيها كتير قوي بينا وبين بعض، ويعني نبقى منفعلين ومتضايقين من هذه المشاكل، بس ما بيكونش عندنا الجرأة نقدمها. اول ما الكشافات تنور والكاميرات تشتغل لا، ما فيش الكلام بالظبط كده. فاحنا في الفيلم ده الحقيقه يعني تشكر الرقابه بجد، انها رقابه واعيه ومستنيره جدا، وقدمنا قضايا كتير. على فكره اصل الناس بتفتكر ان الفيلم هو قضيه هذه المراه المسيحيه المطلقه فقط، لا، ده احد القضايا، ده احنا 8 ابطال وبطلات.
كل واحد عنده مشكله، كل واحد قضيه. بنستعرض مصر في يوم كامل من الصبح بالليل. مصر دي فيها ايه؟ فيها كل الشرايح، المسلم والمسيحي، الشاب الصغير والكبير في السن، الفقير والغني. احنا مستعرضين كل الانماط، طفل الشوارع. فاحنا عندنا نماذج عديده، وبنتكلم عن كل هذه النماذج بجرأة شديده، بصراحه شديده، بوعي شديد. طب الجرأة والوعي ده ما خلاكيش تفكري شويه؟ لانه جرأة زميلاتك وزملائك من الفنانين والممثلين والمخرجين وصناع السينما في مصر لما اقدموا عليها في مرحله سابقه وجهوا بقى بقضايا او بمشاكل او برد فعل من الكنيسه مثلا؟ لا معلش، ده شيء مرفوض جدا جدا، لان انا بعتبر يعني انا واحده من الشعب المصري، والشعب المصري ده مش مسلمين فقط، الشعب المصري مزيج من مسلمين ومسيحيين. ان انا ما اقتربش من قضايا تخص المسيحيين ده تجاهل ليهم، ده تجاهل من قطاع عريض جدا من الشعب المصري. ده انا حبا فيهم واحتراما ليهم، ودول من اساس نسيج الشعب المصري، فانا لازم اقدم قضاياهم. ازاي اتجاهلها؟ ازاي في كل تاريخنا مثلا في الافلام تلاقي مثلا اي فيلم فيه فرح يبقى مأذون؟ ليه ما شفناش فيلم فيه فرح فيه كنيسه؟ ليه كل البطلات اسمهم فاطمه ونعمت وزينب؟ ليه ما فيش ايفون وجورجينا ونيفين؟ لا صحيح، يعني هو اللي حصل ايه؟ الناس ما تعودتش ان احنا نتطرق لاسم حتى مسيحي. يعني ما شفتش بطل اسمه جورج، تلاقي البطل اسمه محمود، احمد. يعني فبرضو انا بشوف ان ده غلط. ليه السينما من اول ما بدات ما كانتش بتتعامل بالطبيعه العاديه انه الشعب فيه اسماء مسيحيه واسماء مسلمه؟ عارفه يمكن السينما لما بدات كانت بتظهر المسيحيين او الاقباط اما في حاجتين، اما بشكل فاني شويه زي حسن ومرقص وكوهين مثلا، او بشكل يعبر عن مشاعر وطنيه زي ما حصل في افلام المخرج الروائع حسن الامام يحيى الهلال مع الصليب. لما بدا مناقشه قضايا اجتماعيه، انت ما شفتيش انك يعني الظروف والمجتمع هي اللي فرض عليك انك تعملي كده؟ ان حصلت تطورات في المجتمع، الرقابه بقت افضل كتير، القضايا بقت تناقش في الميديا وفي وسائل الاعلام. احنا بنتكلم الرقابه افضل، وكأن ان احنا نقرب للمنطقه دي ان ده شيء ممنوع رقابيا. ليه؟ انا مش شايفه لها سبب. يعني في مثلا حد اعترض قال لي ازاي بتطلعي المسيحيه دي منحرف، دي بتعمل علاقه غير شرعيه. قلت له الله، يعني انا لما بعمل شخصيه واحده منحرفه مسلمه يبقى انا ضد الدين الاسلامي؟ ده مش منطق خالص. ازاي الناس بتفكر بالشكل ده؟ فما فيش حاجه اسمها كده. انا من حقي اولا كحريه فكر وحريه ابداع اقدم اي شيء موجود في المجتمع بتاعي. وعلى فكره حتى لو في شيء مش موجود في المجتمع بتاعي، من حق الفن انه كخيال انه يتخيل شخصيه وممكن تتوجد. فما بالك لو الشخصيه دي حقيقيه وموجوده فعلا، يعني موجوده